السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، دي قناتي، أنا منى أيوب. هنعمل في الفيديو ده زينة لرمضان، اللهم بلغنا جميعا رمضان. الزينة جميلة جدا، تقدري تعمليها بكل سهولة. ازاي تجيبي الخشب وكمان تعملي الحاجات اللي على الخشب. عملت كمان الفوانيس دي على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وإن شاء الله نتابع الفيديو مع بعض علشان نشوف الطريقة. انا مبدئيا جبت الخشب ده من مكان، المفروض ان هي صفحة، هنزل لكم الاسم بتاعها، تقدري تعملي عليه سيرش على الفيسبوك وهتطلع لكم كمان رقم التليفون. اخترت بعض الاشكال اللي انتوا شايفينها دي من على النت، وبعدين بعتها للمكان ده، وما شاء الله عملوا لي وطلع ما شاء الله يعني نفس النتيجة اللي معمولة على النت. خشب شكله رائع. حبيت قوي فكرة الارابيسك او الاشكال اللي معمولة فيه، النتيجة جميلة. اللون الذهبي كمان حلو قوي، اشتغلت عليه بالاوف وايت علشان يبقى رقيق، وكمان ما شاء الله كان جميل. دي الطارة بتاعة التطريز اللي انتوا عارفينها، عبارة عن يعني بتبقى طارتين مع بعض كده، واحدة داخلية وواحدة خارجية. هبدأ ألف الخيط كده على الطارة. استخدمت خيط مجدول، الخيط ده اللي هو بيتباع بالشلة، بيبقى شكلها كده. وبعد كده أنا بلفه كورة كده علشان أبدأ أستخدمه بكل سهولة. كمان استخدمت خيط اللي هو المحلول. هبدأ كده باستخدام الخيط، هلفه على الطارة. أنا استخدمت لزق اسمه بي 7000، وده بيلزق الخيوط أو القماش. طيب لو انتي مش عندك اللزق ده، تقدري تثبتي أول يعني جزء بس كده. يعني انتي هتحطي الخيط، بصوا دلوقتي أنا هحط اللزق وبعدين بس هثبت فيه أول طرف من الخيط، وبعدين هبدأ ألف الخيط على الطارة بتاعتي. ممكن تثبتيه بالخيط لو انتي ما عندكيش اللزق ده. هبدأ ألف الخيط، مجرد ان انا بس يعني بكسي الاطار بتاعي او الطارة، بكسيها بالخيط علشان ما يبقاش باين اللون الابيض ده. والطارة اللي هي الخارجية كانت لونها تقريبا بينك او فوشيا، فمجرد ان انا بس لفيت عليها الخيط اختفى تماما لون الطارة، لان انا عايزة اللون الاساسي بتاعي يبقى الاوف وايت. هبدأ ألف كل الطارة بالشكل ده، وبشد ايدي وانا ماشية لغاية ما الطارة تخلص عندي كلها. دي الطارة الأولى اللي أنا عملتها، اللي هي الخارجية، كستها كلها زي ما انتوا شايفين. ودي قطعة من القماش أنا خيطتها وعملتها كمان على نظيف، هحطها كده علشان كمان تداري الجزء ده بتاع الطارة. طيب لو انتي مش حابة، لو انتي مش عارفة تعملي قطعة القماش دي، تقدري تستخدمي حاجة زي اللي في الصورة، يعني تقريبا شريط من الخيش أو شريط كده من الدانتيل. هبدأ كده أثبت قطعة القماش بالخيط، وزي ما قلت لكم ممكن حد يستخدم شمع، بس انا بحب بصراحة شغل الخيط. دي الجزء التاني، وهيتدرى دلوقتي بالورد اللي انا هحطه. هبدأ كده اجيب 3 قطع من الخشب، عندي نجمة وكمان فانوس والهلال ده، هبدأ اثبتهم. وكمان هحط ما بينهم كده الجزئين دول، وهما الأجزاء دي طالعة من الخشب المفرغ اللي كان هنا. هبدأ أثبت الأجزاء دي. حبيت الشكل كده بصراحة، هنا في فتحة هثبتها بالخيط باستخدام الخيط والإبرة. أما الجزء ده اللي هو ما فيهوش فتحة، فأنا هثبته باللزق، وتقدري تستخدمي الشمع لو انتي ما عندكيش اللزق ده. هبدأ أثبت الجزئين دول باستخدام اللزق، والنجمة والفانوس والهلال هثبتهم باستخدام الإبرة والخيط. خلاص كده ثبتهم. هبدأ احط الورد ده في الجنب. طبعا انتي ليكي يعني مطلق الحرية ان انتي تختاري اي ورد انتي حباه. بتحطي كده الاشكال وتشوفي الورد شكله عامل ايه. حبيت قوي فكرة الالوان، ان انا اضيف الوان. عملت طارة هوريها لكم دلوقتي، كانت وردة بيضة، وكان برضو النتيجة طالعة تحفة. بس حبيت برضو ادخل الوان ورد مختلفة. ببدأ ارص كده الشكل، وبعدين اشوف يعني ايه اللي هيمشي معاهم، او ايه الاشكال ايه الورد اللي يمشي مع بعضه، لغاية ما اوصل لنتيجة تريحني. وبرضو باستخدام الابرة والخيط ببدأ اثبتها. كده ثبتهم خلاص، وزودت كمان الوردة دي، وطلعت النتيجة ما شاء الله جميلة. عملت كمان شكل جميل قوي عجبني جدا، وهي طارة عبارة عن رمضان كريم، وحطيت لها الوردة اللي انتوا شايفينها دي. عجبني قوي اللون الابيض مع الشغل ده، ثبته بالخيط زي ما انتوا شايفين اهو. هو ما فيهوش فتحات، بس خليت الخيط يلف على الحرف نفسه. الشكل ده كمان من الخشب زي مسجد، حبيت اعمله كمان، ده هيتحط لوحده من غير اي اضافات.
الهلال ده برضو حجمه ما شاء الله كويس، بس انا حبيت بس احط له شرشوبة كده من الخيط، واستخدمت هنا الخيط المحلول ده. مجرد بس ان انا عملت بيه الشرشوبة، وبعدين بسرحه باستخدام اي مشط عندك، وبعدين هركبه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حبيت بس استخدم اتنين، واحدة تبقى فاضية وواحدة فيها خرز. وبرضو زي ما قلتلكوا تقدري تعملي تنوعي يعني في الحاجات اللي انتي حباها. شكله بقى كده جميل، وكمان لما تعلق كمان الشكل بقى حلو جدا. بصوا بقى، دي اكتر واحدة عجبتني واكتر واحدة حبيت اشتغلها. انا عملت بصراحة المكرمية دي، تابعت يعني فتحت اليوتيوب وكتبت تعليم مكرمية، وظهر لي الصفحة دي. فخدت الجزء ده زي الفيديو الاولاني ده بتاع فنانة جميلة. مجرد ان انا مشيت وراها عرفت التفاصيل بتاعتها بالظبط. وبس خلاص، انا زودت بس الشرشوبتين دول، وكمان شرشوبة هنا في اخر الشغل. طلع النتيجة كمان جميلة جدا. دي طارة تانية عملتها، ثبت بس الخيط او لفيت عليها الخيط نصها بس، وبعدين هجيب الشكل ده هركبه زي ما انتوا شايفين كده. هاجي عند المنتصف من الخيط وهثبت الخيط بالإبرة، وبعد كده هبدأ اثبت الجزء ده اللي هو الفتحة دي، وبعدين هرجع اثبته من هنا ومن هنا كمان. هلف الجزء ده حوالين الطارة من تحت. قصيت عدد من الخيوط حوالي 50 سنتي الخيط طوله. قصيت مجموعة يعني، وبعد كده هبدأ اعملها بالطريقة دي. بحط كده الاتنين على بعض، وبعدين اعدي الجزء ده من تحت الطارة، وهسحب الخيط كده من جواه، وكده بقى عندي الجزء ده. هبدأ أكرر العملية دي لغاية ما أعمل الخيوط اللي أنا قصيتها كلها. أنا عملت الجزء أهو زي ما انتوا شايفين من هنا لهنا، وحسيت إن الجزء ده هلف عليه خيط زي ما عملت هنا بالظبط. خلصت الطارة وده بقى شكلها. هساوي بس الخيط باستخدام المقص كده، هيبقى جاهز. وكمان الطارة شكلها كمان جميل جدا وعجبتني. ده شكلها بعد ما قصيتها، مجرد بس ان ثبتها كمان من هنا علشان الجزء ده ما يتحركش. فاضل عندي القطعتين دول، ومحتارة اعملهم ازاي بصراحة. فانا مش عارفة اذا كنت مثلا احطها على قطعة من القماش كده بس تبقى بالطول، من غير طبعا الورد. يعني هتبقى الجزء ده هيبقى محطوط كده من غير الورد ده، او مثلا الجزء ده اللي هو الشكل العريس ده اللي بيرقص، او حاجة كده شبه الحاجات التركي. فانا ممكن احطه برضو على قماشة، او احطه اثبته على الطارة. يعني مش عارفة، يعني حبيت ممكن كمان اعمل لهم فكرة تالتة خالص. ممكن نعمل كوستر من الكروشيه كبير واحط عليه الشكل ده. فانتوا شوفوا، يعني احنا عملنا دي ودي، وكمان عملنا الطارة بتاعة رمضان كريم. دي 3 اشكال للطارات. عملت كمان الهلال ونازل منه الجزئين دول، وكان شكله جميل. وكمان ده المسجد، او الشكل بتاع المسجد كمان شكله حلو قوي. وكمان احلى قطعة فيهم اللي انا حباها بصراحة، علشان دي اول تجربة ليا في المكرمية. عايزة اقول لكم ان المجموعة دي من الديكور بتتباع في صفحة يعني من الصفحات ب1500. فانتوا ممكن بأقل من نص المبلغ ده تعملوا ديكور كويس وشيك، وكمان تغيير يعني لرمضان. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.